بصوا كده، عايز اوريكم حاجه. احنا عندنا في الويت ليست ده المفروض المرضى اللي مستنيني بره. مفترض اول لما ابدا مع مريض ادوس ستارت فبيجيب لي حاجه وسكرين اسمها الشير سايت. الشير سايت دي مفترض بيكون فيها الداتا اللي الدكتور بيحتاجها وهو شغال مع المريض، سواء هو دفع كام وعليه كام، سواء الروشتات اللي هو خدها او كتبها قبل كده، او سواء ان انا ممكن ابعت له بعد الجلسه التعليمات بعد الجلسه. برضه هنا في جزء بتاع التريتمنت دوت محتاج تفاصيل شويه، ان انا المفروض عندي شيف كومبلين المريض كان بيشتكي من ايه وانا لقيت ايه اصلا، وبعد كده ممكن اعمل معاه هنا تريتمنت بلان، وبعد كده كل مره بكمل في التريتمنت بلان ده. الشكل دوت شكله حلو بس هو مش يوزر فريندلي. هو عندنا مشكله هنا في اليو اكس، اليوزر اكسبيرينس هنا مش كويسه. ليه؟ انا مش حابب ان الدكتور يقعد يعوم او يقعد يتوه ما بين الاجزاء ديت، لا انا حابب ان الموضوع يعتمد على الفلو دوت. ان انا اول حاجه المريض عندي بيجي بيخش مع الريسبشن بيعمل ساين ان عادي، المريض بيستنى، والمريض بيستنى دي انا حابب مثلا احط فيها ان المريض مثلا يقرا اكتر عن المشاكل، او يقرا اكتر مقالات، او يقدر ان هو يعني يعرف اكتر عن المشكله اللي عنده والتعقيم وكل الاسئله اللي ممكن تيجي في بال المريض وهو مستني بره. بعد كده عندنا ان الدكتور يسمع شيف كومبلين، فانا عايز السيستم هنا يكون ماشي بالترتيب ده. يعني من اول هنا كده، من اول الجزء ده كده، ما ده هيبدا شغل الدكتور من هنا. اول ما المريض يخش للدكتور انا حابب الفلو اللي هنا دوت يبقى نفس الترتيب اللي هنا ده بالظبط. يعني مثلا انا هبدا ان انا اسمع شيف كومبلين وكده، انا قدامه على السيستم هكتب هنا اول حاجه مثلا هشوف مثلا الجزء بتاع شيف كومبلين. بعد كده مثلا هبدا ان انا اشوف اخد منه البيرسونال والدنتال والميديكال هيستوري، فبالتالي برضه انا اقدر ان انا اعدل بسهوله هنا في الحاجات ديت. بعد كده اقدر ان انا اشوف الاكزامينيشن بتاعته، والاكزامينيشن انا لما ابص في بقه هكتب، عايز اكتب كل حاجه هي عنده. عارف لو كتبت كل حاجه انا ممكن المريض ده بعد 6 شهور مثلا اقول له خلي بالك انت عندك تسوس في الضرس الفلاني دوت، فتعالى اعمله. فافكره بيا، لان المريض دوت احسن مريض يجي لك تاني بسهوله من غير ما تدفع اعلانات. المريض اللي جالك مره واستفاد من خدمتك وكل حاجه مشيت معاه تمام، فهو سهل جدا ان هو يجي لك تاني. فانت بس محتاج ان انت تفكره، محتاج ان هو ما يمرش بنفس الاكسبيرينس السيئه ان هو يتألم من الضرس. لا، لازم يجي لك علشان نبدا الضرس وهو لسه مثلا لو ياكل مثلا لسه كومبوزيت قبل ما يخش فيه الاندو. بعد كده عايز افكر في التريتمنت بلاننج، اقعد مع المريض كده نقعد نحط تريتمنت بلان مع بعض، تريتمنت اوبشنز اللي عنده ايه، ميزه وعيوب كل تريتمنت بلان فيهم. وبعدين نبدا ان احنا نخش بروسيجرز والسيشنز، وان انا كل جلسه ابدا اسجل الجلسه اللي بعديها. فانا الشكل ده كده شكله حلو وكويس وجميل وكل حاجه، بس انا عايزه يكون، لا عايزه يكون يوزر فريندلي اكتر، عايزه يمشي بنفس الترتيب دوت. فبفكر كده ولو وصلت الحل هقول لكم.